ما شاء الله، اللهم بارك. عن جمال الاكل اتحدث. اللهم بارك. رز اصفر بقى معمول بطريقه خطيره. هتعملي ان انت هتجيبي شويه رز، اي كميه هتغسليها، وبعد كده بعد ما تغسليها تحطي شويه زيت مع معلقه زبده في الطاسه في الحله، وتقومي حاطه الرز مشوحاه، حاطه له كركم عشان يديله اللون الاصفر، مكعب مرقه، ملح، وتسقيه السقيه بتاعتك وتسويه بقى خطير. طبعا العيش المقرمش، الاكله دي عايزه عيش مقرمش كده خطير كده، يبقى تحفه كده معاها. والا بقى صينيه الفراخ اللي هي يا جماله يا جماله دي، فيها كل انواع الفراخ، صدور فراخ، جوانح، اللي هي الحاجات اللي عيالنا ما بيحبوهاش دي، حطيها في الخلطه دي، اوعدك ان عيالك ممكن يقزقزوا العظم كمان. خطيره، كله في الخلاط، سريع سريع. بصله، بصلتين، على قرنين فلفل، على 4 حبايات طماطم، كتري فيها الطماطم. التوابل بتاعتك بقى فلفل، كزبره، ملح، قلب مكعب مرقه دجاج، 7 بهارات. خطيره. اضرب كله في الخلاط مع ليمونتين كمان، ودوقي بقى احلى فراخ، احلى فراخ في حياتك، واحلى صوص. والطحينه بقى طبعا بتاعتنا دي خطيره برضه، هقولكوا ازاي بتتعمل في البيت. تحفه تحفه تحفه. هي بس الاضاءه هنا عندنا بس ظلماها شويه، بس هي كده الاضاءه بقت احسن. خطيره يعني، حاجه من الاخر. وانا خففتها عشان ايه؟ تتحط على الرز كده تبقى خطيره يعني. اكتر حاجه بقى الكينج بتاعنا صينيه الفراخ دي، حاجه وهم كده من الاخر، يا حلاوته. بألف هنا وشفا. ولو احتجتوا اي حاجه اكتبولي في الوصف، وانا في التعليقات، وانا ان شاء الله ارد عليكم.